في عربيات أول ما تشوفها تحس إنها ليها شخصية، مش شبه أي حاجة ماشية في الشارع. والنهاردة معانا عربية إيطالي 100%، ستايلها مختلف، حجمها عملي. بس هل هي اختيار منطقي سنة 2026؟ معانا فيات 500 اكس موديل 2026. خليني أقول لك كل حاجة عنها من غير فلسفة ومن غير تجميل. نبدأ من بره. أكتر حاجة بتميز ال 500 اكس هي الشكل. العربية واخدة روح فيات 500 المعروفة، بس متضخمة شوية وبستايل SUV. من قدام كشافات LED دائرية مميزة، شبكة صغيرة أنيقة، تصميم ناعم بس في نفس الوقت شبابي. من الجنب أبعاد متوسطة مريحة للمدينة، جنوط رياضية 17 بوصة، ارتفاع عن الأرض مناسب للمطبات والطرق المصرية. ومن ورا تصميم بسيط، كشافات LED، شنطة شكلها عملي. العربية شكلها مش هجومي، لكن شيك، رايق، شبابي جدا، ومناسبة جدا للي عايز عربية مختلفة عن الزحمة. بالنسبة للأبعاد، الطول 4 متر و26 سنتيمتر، العرض متر 79 سنتيمتر، الارتفاع متر 60 سنتيمتر، قاعدة الجلسة حوالي 2 و570 مليمتر. يعني عربية سهلة في الركنة، مريحة في الزحمة، ومناسبة للاستخدام اليومي. سعة الشنطة حوالي 350 لتر، تكفي شنط سفر، مشاوير، استخدام يومي، لكن مش عربية عائلية تقيلة. داخلية، جودة الخامات. نخش جوه بقى. الداخلية إيطالي بحت، تصميم بسيط، ألوان مريحة، كل حاجة في مكانها. قدامك شاشة وسطية بتدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. الشاشة الوسطية القياسية في الفئة المصرية 7 بوصة. طارة مالتي فانكشن، عدادات واضحة، تكييف أوتوماتيك. الخامات مش فخمة قوي، بس محترمة جدا بالنسبة للفئة ومناسبة لسعر العربية. القعدة مريحة، ووضعية السواقة عالية شوية، تحسسك إنك سايق SUV مش هاتشباك. بص، من الآخر كده، الخامات جوه العربية محترمة جدا بالنسبة لفئتها ومش رخيصة. الكراسي قماش مش جلد. القماش تقيل ومتين ومش خفيف، مريح في القعدة ومناسب للاستخدام اليومي. عليه تطريز وشكل شيك، وفيه روح فيات، مش بيعرق زي الجلد، وعملي أكتر في الحر. المساحة الخلفية مناسبة لشخصين بالغين، الركبة والراس مقبولين. لكن لو عندك عيلة كبيرة أو بتسافر كتير، في عربيات أوسع منها. قوة المحرك والأداء. نخش على أهم جزء، الموتور. العربية في السوق المصري بتيجي بمحرك 1.4 لتر تيربو، قوة 140 حصان، عزم 230 نيوتن متر، فتيس أوتوماتيك 6 سرعات دبل كلتش. الأداء سحب ناعم، التربو بيفرق في النقلات. العربية مش سبور بس نشيطة، تسارع من 0 ل 100 حوالي 12 ثانية، يعني ممتاز للاستخدام اليومي، ثابت على الطريق ومريح في السفر. استهلاك البنزين اقتصادي نسبيا، خصوصا في السواقة الهادية. من ناحية الأمان والتكنولوجيا، وسائد هوائية، ABS، ESP، نظام ثبات إلكتروني، حساسات ركن، كاميرا خلفية، مراقبة ضغط الإطارات. العربية آمنة ومناسبة جدا للي بيدور على راحة بال في السواقة. المميزات. أهم المميزات: تصميم مميز ومختلف، اسم فيات وDNA إيطالي، محرك تيربو عملي، مناسب للمدينة، تجهيزات كويسة. العيوب: المساحة الخلفية مش الأفضل، الشنطة مش كبيرة قوي، السعر مقابل الحجم ممكن يخليك تفكر في منافسين. الخلاصة والحكم النهائي. الخلاصة: فيات 500 اكس 2026 مش عربية لكل الناس، لكن لو عايز عربية شكلها مميز، استخدامك مدينة أكتر من سفر، بتحب العربيات الأوروبية وعايز SUV صغيرة وشيك، العربية دي هتعجبك جدا. لكن لو
عايز مساحة كبيرة أو أداء رياضي، يبقى في اختيارات تانية أنسب. نيجي للجزء المهم اللي كل الناس مستنياه، هو سعر العربية كام؟ العربية بتنزل مصر بسعر 955 ألف جنيه. قولوا لي رأيكم في الكومنتات، تحبوا ال 500 اكس ولا تفضلوا منافس تاني؟ لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس، ونشوفكم في ريفيو جديد. سلام.